اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وجيم لي المحتوى وتعليق مناسب. بهدفي بولي جونيور. شد الوداد الخناق على الجيش الملكي والذي سيواجه المغرب التطواني غدا. فضمن الجولة 23 ارتقى الوداد إلى صدارة الدوري المغربي ولو مؤقتا، ويشتد الصراع بين الوداد والجيش الملكي على اللقب. وسجل اتحاد التوارقة الهدف الأول عن طريق اللاعب بن طيب في الدقيقة 37، ومع بداية الجولة الثانية وبدخول بوهرة وبن عيادة وجبران، عدل الوداد الكفة عن طريق بولي جونيور في الدقيقة 67 بعد رأسية محكمة وتمريرة من سيف الدين بوهرة. وضغط الوداد، وفي الدقيقة 75 أضاف الوداد الهدف الثاني عن طريق بوليو جونيور الذي سجل ثاني الأهداف. وبهذا الهدف الثاني وصل إلى الهدف 11 متزعما هداف الدوري. والمباراة المقبلة ستجمع الوداد البيضاوي مع فريق الجيش الملكي.